انا عندي ضعف في النظر يا دكتور وبلبس نظاره، هل لازم اعمل العمليه واستغنى عن النظاره؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف ان احنا عشان نعالج ضعف النظر سواء قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم قدامنا حاجه من ثلاثه. الحل الاول هو ان احنا نلبس نظاره وده امن حل بالنسبه لنا. الحل الثاني ان انا استخدم عدسات لاصقه وده ممكن يكون حل مثالي في حال ان احنا استخدمناها بالطريقه الصح، لكن لو اهملنا في استخدامنا ليها ده ممكن يسبب لنا مشاكل كتيره جدا زي جفاف العين وممكن توصل الى قراح في قرنيه العين. الحل الثالث بالنسبه لنا هو تصحيح النظر، وتصحيح النظر ممكن يكون على مستوى قرنيه العين بالليزر او ممكن يكون على مستوى عدسه العين الداخليه باستخدام زراعه عدسات. لما بيكون الشخص بيشوف بعينيه الاثنين كويس في الحالة دي بيكون قرار العملية بيكون راجع ليه هو، زي شخص يكون كاره النضارة او ظروف حياته او شغله مش مخلياه يقدر ان هو يلبس النضاره على طول، وفي الحاله دي ممكن يعمل تصحيح النظر عشان يستغنى عن النضاره. الحاله الوحيده بالنسبه لي كطبيب ان انا اقول لحضرتك ان انت لازم تعمل عمليه هو تباين النظر بين العينتين، بمعنى ان يكون في عين مقاس النظر بتاعها بسيط والعين الثانيه مقاسها كبير. على سبيل المثال في عين مقاس النظر بتاعها درجه واحده والعين الثانيه فيها مقاس 7 او 8 درجات. فرق النظر بين العينتين بيخلي المخ يعتمد على العين الكويسه وبيهمل العين الثانيه، وبالتالي قرار العمليه بيكون مناسب عشان نقرب العينتين لبعض. انا دكتور عمرو راضي، مدرس واستشاري طب وجراحه العيون، ودي معلومه لعينيك.